من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بانو. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول فضيحة أمس أو المسرحية الفاشلة التي حدثت أمس. الآن سنتحدث عن جانب قانوني، كيف ستتعامل الفيفا مع هذه القضية والنقاش مفتوح بنا. قبل الفيفا اسمح لي سي جمال، قبل الفيفا انا قبل ما نبداو الحصه كنت نتكلم مع المسؤولين تاع الاتحاد العاصمه. كاين اون بروسيدور سي فري، ربما ما نستناو ولا شيء من طرف الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم اللي بينت الموقف تاعها وبينت انها راح تنحاز بنسبه 100% تقريبا على الجانب الاتحاد الجزائر. كاين اون بروسيدور افير بالنسبه لاتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه راح ينتظر قرار الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بخصوص المباراة هذه. اتحاد العاصمة راح يطعن، يمشي الى الطعون. لا كوميسيون دي كومبيتيسيون دابور. لا كوميسيون دي كومبيتيسيون، القرار تاع لا كوميسيون دي كومبيتيسيون. على لوميير نون بريسيزيو مليح. على لوميير دو رابور دو على لوميير تقرير الحاكم. بارك الله فيك. ماذا سيدون الحاكم؟ الحاكم باسكو راح يدير اسمه، والحاكم نذكر برك وكمل نذكر انه ما خرجش دار قام عمليه الاحماء ولكن ما خرجش في لو مومون تاع اسمه، وهذه كي تكمل عندي فيها قول. جوستومون دونك الاتحاد العاصمه راح ينتظر قرار لجنه المنافسات على مستوى الكونفدراليه الافريقيه اللي عنده الحق الطعن فيه، ومن بعد يطعن فيه على المستوى الكونفدراليه دابور، ومن بعد باش يروح للطاس التريبيونال الاربيترالي تاع لوزان. اكزاكتومون. ودركا احنا دركا عندك الاربيتر ما خرجش لو مومون اللي راح هضر مع لي دو على الانتيريور في لي فيستيار. كي راح المغاربه عطاو له ايفيكتيفمون لي دو ديسيزيون. لا بروميير ديسيزيون تاع الديزافو تاع اللي دارتو لاكاف للرد على الفيدراليه، وزاد كي دارت الفيدراليه اون اورجونس زاد دارت لو ريكور، زاد جا الرد من لو ريكور تاع لاكاف مسيني من شخصين، الاول شنوده والاخر ثاني تاع لا كوميسيون دو ريكور، وين يديزافو اونكور ثاني لافاف ويعطي الحق البركان باش تلعب في بهذيك الطاشه. كي عطاو له لي دو قالوا له نعتذر على اساس انه الجزائر يعني لي دوان نون با ليبيري المسؤول، ولي دوان انتر بارونتيز سي كمان من حيث السياده انها غير ملزمه بقرارات الفاف. وكنا نتحدث انا وياك انه القوانين الجمهوريه فوق القوانين تاع المسمو، وقوانين الكاف وقوانين الفيفا ملزمين باحترام القوانين الدوليه وباحترام القرارات الافريقيه. السيناريو المحتمل هذا السيناريو اللي كان احنا ننتظر القرار. اولا في احتمالات كبيره انه يعاد، لا كان خافت الكاف انها تروح وتلعب مباراه وحيده في ملعب محايد مثلا او في بلد محايد. نعم هذا انا قولها سي سوده، قولها انت. هذا المحتمل انه تلعب في ملعب محايد مباراه مؤهله واحده، وهذا لانها الكاف ربما تخاف انه الموضوع بصح المرض وديه باسكو لو كوميتي اولمبيك، ونتمنى ما اتمناه انه من السيد بيراف اللي هو عضو في الشيوعي، عضو في المسمو، نتمنى انه تكون من طرفه مراسله الكوميتي اولمبيك انترناسيونال اللي لا شارت تاعو كوندان هذا الامورات هذه. شوف في الماتش تاع البارح انا كنت حاضر، على كل حال انت كنت حاضر. كاين حاجه واحده برك اللي خلات المقابله ما تلعبش، تشبت الفريق المغربي على الاقمصه. صحيت. الحكام كلهم داروا لو ريغلومون لايتي ان ديتاي امبورطون. الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم لو كانت نيتها انه تلقى حل البارح، واش تقول؟ تقول لنهضه بركان عندكم اقمصه، جابوا لكم اقمصه، العبوا، وبعدها انا ناخذ قرارات ونعاقب ولذا قلت لك المشكل كان الا في الاقمصه. ظهور الحكام، قائمه الفريقين، كانت عندنا قائمه الفريقين، فريق نهضه بركان وفريق اتحاد العاصمه. تسخينه الحكام، فريق اتحاد العاصمه كان في الملعب، بقى غير فريق نهضه بركان. هي القوانين هكذا، يقدر يدير عمليه الاحماء في غرف تبديل، ما يخرج يقول لك باش ما يضايقونيش، انا ما نخرج، ولكن هو تشبت الا في الاقمصه. ثم كذلك عندما سمحت تصريحات المدير الرياضي سي توفيق قريشي، كنت انا نسمع في الحديث تاعو مع القناه الاولى،
قال باللي الحكام كانوا داخلين للملعب باش يعلنوا عدم حضور فريق نهضة بركان. ثم فريق اتحاد العاصمة قال له أنا كانك ندخل معاك، لأن أنا كانك طارف في هذه المقابلة باش نبين حضوري في الملعب. الحمد لله لأن فريق اتحاد العاصمة تفطن لهذا الأمر. علاش؟ لأن ما حبوش يبينوا الصورة هذه اللي ما تخدمش إفريقيا تماما وكراتها. في كل مرة مهازل تتكاثر وتعود. اليوم مازال ما عندناش كذلك كونفدرالية إفريقية في المستوى، نحبوا لا نكرهوا، رانا بعاد بزاف، رانا تحت هيمنة وسيطرة وسيطرة الفيدرالية الدولية. لأن احنا اليوم كذلك نسالوا فيها مراد اسمح لي نفتح قوس، والله نفتح قوس، نجي لك ونجي لمحمد بوخمية. اسمح لي خليك تكمل نتعقب. نسالوا فيها لعدة اعتبار. اليوم هذه الهيمنة تاع الأقجع وهي هذا الاختطاف للكان احنا سمحنا فيها، كنا سببه لأنه كانوا عندنا رجال في الكاف صحيح، وخرج لهم من الباب الضيق من خلال مراسلات من هنا. هذا أيضا صحيح. هذا عنده تبعات ايضا تاعو. سي كمال والله ما قبل ما تكمل باش يعقب مراد والله على بالي محمد عقب لي على واش قلت. لا نكمل لو ديسان برك تاع واش كاين. اتحاد العاصمه احسن ما فعل عندما دخل، عندما اراد الاتحاد العاصمه الدخول مع الحكام رفضوا وهنا مربط الفرس. هنا مربط الفرس، قالوا لهم ما تدخلوش. لا، الاتحاد العاصمه كانت عنده مقابله يدخل في السيكل دونترينمون، عنده يوم الاربعاء مقابله سنعود محافظ كان ندخل نكمل محافظ المباراة اللي هو رئيس لا كوميسيون دو كومبيتيسيون سي شنوده، كانوا كومينيكاسيون ديريكت، وهو من اعطى الامر للحكام انهم ما يدخلوش لارضيه عبر ايميل. عبر ايميل عبر ايميل. لا كان في الهاتف تاعو كانت امورات، اشتكى حتى انه الانترنت ناقصه وامور. والفار حكام الفار كانوا موجودين. كل شيء كان حاضر. انا كلمه اللي عجبتني، اذا اردنا اننا نبني مستقبل الكره، نبني لابد علينا ان ننظر الى المستقبل. الشيء اللي قلته كمال وهذا مهم جدا، اننا نحن المتسببين في ضعفنا في عدم تواجدنا على مستوى الكونفدراليه، وهذا لازم تكون لنا الشجاعه القويه اننا نعترف بذلك، ونحاسبوا اللي كان السبب ونحاسبوا اللي كان السبب. هيا معليش يا سي كمال، زفيزف ما نحبوش مثلا، والله بهلول والله ايا كان ما نحبوهمش يا سيدي، احنا كافيه بيناتنا كجزائريين عندنا مشكل، ولكن عندما يترشح لماذا لا نقفرهم نكسرهم من هنا من الجزائر؟ والله قال كان بامكان زفيزف انه يكون في لا كونفدراليه. محمد بوخمية سعودي لك مراد. هذا نقول هذا موضوع اخر تخصص له حصه ان شاء الله، لان اليوم رانا في قبله واحده، قبلة مهزلة البارحة. جيد مراد، هذا مهم. خرجت فريق جيد مراد. هذه النقطة، هذا جوستومون هذا السوجي اللي خلانا نوصلوا لهذه الظروف. واحد ما يحب واحد. بارك الله فيك يا كمال. الكل يعرف كيفاش تنحى. يا اخي اليوم ما راهوش رئيس اتحاديه محمد روروه، يعني ما نسحقوش، ما نقدروش لو كان نهضروا عليه بالخير ما يقولوش باللي راهو شي. لا ما كانش ما راح يدير والو محمد روروه، لكن احنا تنقلنا لافريقيا شفنا لونفيرغور تاع السيد، شفنا قيمه الرجل في اجتماعات تاع المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وكنا مع صحفيين، كنا مع زميل رفيق وحيد نحييه بالمناسبه صحيح، كنا مع اسماعيل، بزاف صحفيين نحييهم بالمناسبه، صحفيين. كسرنا النفوذ الجزائري من الجزائر، النفوذ الجزائري على المستوى الافريقي كسرناه من الجزائر. شكون السبب؟ شكون المسبب؟ السبب الجزائريين. انا نعرف باللي نعرف اللي كانوا وراء السبب. انا كنت متمني انه الحاج محمد روروه انذاك كان يرشح شخصيه اخرى ويخدم له، ما يترشحش هو، وتكون ذيك تسمح لي يا محمد، انا نعرف لي كاباسيتي دو محمد. هذا موضوع اخر، هذا فتح قوس. معليش فتح قوس، رجع له تعقب وباش نخرجوا منه. نعاقب عليك، بارك الله فيك مراد. تقول له جبد روحك رشح واحد اخر. نعم ماشي مشكل، ماشي تروح لعنده لا في تاع لاسومبلي جينيرال تقول له لو كان تجي غدوه لاسومبلي جينيرال تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم
راح يكونوا عندك مشاكل في المستقبل. لا لا لا، مش هذه موضوع ثاني، هذا موضوع لا، هذا خلاف. موضوع لا. سنعود إلى هذا الموضوع، سنعود إلى هذا الموضوع ومن كان المتسبب فيه. جمهور أمس قدم درسا للمخزن، وقدم درسا لهيئة موتسيبي، وقدم درسا مفاده لكم الكرة، لكم الكأس، ولتذهبوا للجحيم. لكن يبقى أننا أصحاب موقف ثابت وسيادة. هذا هو الجزائري، لأننا نستلهم، أقول نستلهم هذه الرجولة وهذه النخوة وهذه الحرارة من شهداء الأمس الذين ضحوا من أجل هذا الوطن. نستمع للبعض منهم. نشكر الانصار اللي جاوا اليوم كامل من كاع اللي جاوا ساندونا، وحنايا مع قرارات السياده تاع الدوله الجزائريه ومع البريزيدون. وحنا هذه قضيه الصحراء الغربيه ماشي لا بروميير فوا، حنا الجزائر معروفه بالقضايا تاعها الانسانيه، ونشكروا الانديه الجزائريه كامل اللي وقفوا معنا وساندونا في القضيه تاعنا. وماغري يكون هناك اقصاء باسكو الكاف نعرفوا الكولاسه تاع الكاف واش كاين، الارجيري ديجا صارت لنا في كوب دافريك اللي فاتت، وحنا الياسما نبقاو الياسما وتحيه الياسما. وتوجور باينه الياسما دائما تبين بلي هي فريق عريق وفريق تاع مبادئ وعنده مبادئ وعنده قضيه باينه، ورانا ماشي الاولى وماشي الاخرى، وفريق شهداء هدايا وفريق ثوار باذن الله. احنا نتمنوا ان شاء الله هذه القضيه كما قال هو تروح بعيد ويسي يجيب لنا حقنا، ولا معليش ما ميلا راحت. احنا برانسيب، احنا عندنا برانسيب. معكم مناصر مولوديه الجزائر، وانا مع خوتنا الياسما. احنا رانا مع قرارات الدوله، ونشكر جميع الانديه الجزائريه اللي وقفت معنا، جميع الانديه، وان شاء الله وهران سطيف خنشله مقرا، جميع الانديه، وان شاء الله رانا في الفينال، وان شاء الله الكاف تنصفنا يا اخويا. أنتم انتصرتم كجمهور، وأنتم انتصرتم كإدارة، وأنتم انتصرتم كفاف، والجزائر لا زالت مستمرة في انتصاراتها دبلوماسيا وحتى رياضيا وحتى اتحادا بين الجماهير. هذا السيناريو اللي ما كانوش ينتظروه لعدة اعتبارات. كانوا ينتظرون أن هذا الجمهور يغضب، يقول لك احنا واش دخلنا في القميص، وحنا الفريق تاعنا لازم يلعب باللقاء، ولازم نفوزوا بالكاس ونفوزوا بالنجمه. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. هذا هو اكبر انتصار. صحيح، هذا هو اكبر انتصار. لكم الكره، لكم الكاس، لكم اي قاره تاخذوها. هذا اكبر انتصار لنا كجزائري. شوف اخ كمال، قرات لبعض بعض الصحفيين المغاربه الاحرار، لا ما الجهه المقابله، الاحرار. انا كاين بزاف اللي كتبوا بزاف ونشكرهم، وكنت كما قلت في بدايه كلامك نحن ما نستثني الابواق اللي تحدثت ويعتبروا الشعب الجزائري وخاصه تاع ليزما باللي نحن نسوم نيليست عدميين. قالوا هذو مستعدين يروحوا، مستعدين يديروا كلش، مستعدين يروحوا كلش. ما معناه؟ معناها انه يا جزائريين انه بامكانكم ان اردتم مصلحه ماديه انيه حاليه كذا مني اخنعوا وسكتوا وقولوا كذا مني، سياستهم. احنا جزائريين واحرار وعندنا النيف. انا نحكي نكته برك ونكمل السكه غير تعطيها. بشرح المراد بوخميه. ان كوموندون ابري فين كروت هز حكم 3 مجاهدين، 3 حكمهم في الغار. جبد الاول قال له شوف قول فيف لا فرنسا، والله العظيم غير تدي ما نقتلكش. قالوا تحيا الجزائر، قتلوا. قال الثاني يقول فيف لا فرنسا والله ما يصير كيما معليش. قالوا تحيا الجزائر، قتلوا ل3 مسمو. نضار للجيش تاعو قال لهم نقول لكم حاجه والله، هيا ورفاحكم الجزائر راح